السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. كل الاباء والامهات بيتمنوا ان ولادهم يكونوا احسن ناس في الدنيا، احسن منهم هم شخصيا، بس مش بيكونوا عارفين يعملوا ده ازاي. فمجموعة منهم بتستخدم اسلوب التدليل، الدلع يعني، ومجموعة تانية بتستخدم اسلوب القسوة والشدة، ومجموعة تالتة بتقعد طول الوقت تدي في اوامر اوامر اوامر، اعملوا ده ما تعملوش ده، اعملوا ده ما تعملوش ده. واذا ولادهم ما سمعوش الكلام يلجأوا لاسلوب الضرب والعنف، بيضربوا اولادهم ويعنفوهم، وطبعا ده ما ينفعش ان هو يستخدم مع الاطفال، ده مش اسلوب تربية. مع ان الحل بسيط جدا وسهل قوي، وفي الحقيقة الحل هو القدوة، يعني الآباء والأمهات يكونوا قدوة لأطفالهم. وده هيخلينا نسأل كام سؤال. أول سؤال، يعني ايه قدوة؟ وازاي ابقى قدوة؟ وايه أثر ده والصفة دي على الأطفال؟ قدوة يعني شخص بيعمل حاجات كويسة، حاجات حلوة عجبتني وحابة اني اعملها فبقلده، فبقول ده قدوتي. زي مثلا شخص بيلبس حلو، شكله حلو في اللبس، تنسيقه كويس، فحد يسأله انت مين قدوتك او مثلك الاعلى في اللبس ده، او انت بتلبس كده زي مين؟ فيقوله زي الفنان الفلاني او زي الشخص الفلاني ويقول اسمه، فده قدوته في اللبس، هو بيقلده. فقدوة يعني شخص في صفات حلوة او في حاجة عجبتني وانا بقلده، بعمل الحاجة اللي هو بيعملها عشان ده قدوتي. قدوة يعني انا بقتدي بيه، عمل حاجة حلوة فانا بقلده، قلدته في الحاجة دي، يعني انا اقتديت بيه، ده معنى القدوة. نيجي بقى للسؤال التاني، ازاي ابقى قدوة؟ عارفين والله الإجابة يعني سهلة جدا وبسيطة قوي. ازاي ابقى قدوة لأطفالي؟ اعمل الحاجة اللي انا عاوزة اطفالي يعملوها. شفتوا الموضوع سهل ازاي وبسيط ازاي؟ بذمتكم الموضوع مش سهل. يعني عاوزة اطفالي اول ما يجوا من بره يعلقوا هدومهم ما يرموهاش في الارض او على السرير، اعمل انا كده. عاوزة الاطفال تتكلم بصوت واطي، اعمل انا كده. عاوزة الاطفال ما تقعدش اليوم كله على الموبايل، اعمل انا كده. طيب عاوزة اطفالي ياكلوا اكل صحي، اكل انا اكل صحي. طيب عايزة اطفالي يناموا بدري، انام انا بدري. طب عايزاهم يصحوا بدري، اصحى بدري. طب انا عاوزاهم يصلوا، اكيد لازم انا اكون بصلي. طيب عاوزاهم ما يرموش حاجة في الارض، لازم انا مرميش حاجة في الارض. والحتة دي مهمة، ما يرموش حاجة في الارض ولا في البيت ولا برا البيت. مش ما نرميش حاجة في الارض في البيت لكن برا البيت نرمي عادي، الكلام ده ما ينفعش وده مش صح وما ينفعش اصلا انه يحصل. وعيب قوي لما يكون حد كبير، ام او اب، ويرمي حاجة على الارض في مكان عام. ده مش بيتك ولا مكان خاص بيك انت، ده مكان عام، لازم انك تحافظ على المكان العام. وعلى فكرة ده في الدين، يعني دي مش حاجة في مجتمع ولا حاجة طالعة من يومين ولا حاجة لسه امر حد امرنا بيه من كام يوم وعليه ده في الدين. لازم نحافظ على اماكن العامة، وده مكان عام، بنكون في الشارع وبنشوف الحاجات دي كتير جدا، ناس كبيرة وبالتالي الصغيرين بيقلدوهم. شخص كبير بيرمي قشر اللب في الارض. الاماكن العامة زي الكورنيش وغيره، بصوا على الكورنيش وشوفوا المكان العام، شوفوا الارض شكلها ازاي، شوفوا الجنين، المفروض ان دي اماكن خضرة، يعني احنا لما نشوفها يكون المكان يعني يريحنا نفسيا، ده بيتعبنا نفسيا من المنظر، الاكياس والفضلات وبواقي الاكل، بجد منظر مش لطيف خالص، ده تشوه بصري، بجد ده تشوه بصري. فانتوا عاوزين الاطفال ازاي ما تعملش كده وانتوا بتعملوا كده؟ اطفال يا جماعة بتقلد اي حد. الطفل لو شاف المعلمة بتاعته في الفصل بترمي ورقة او كيس كان هي بتستخدمه اي حاجة، والمفروض ان في باسكت في الفصل اللي هم فيه، فالمفروض ان هي تروح ترمي الحاجة دي جوه، يعني جوه الباسكت، فهي ما رمتهاش جوه الباسكت، هي رمتها على الارض، فهو هيقلدها لان هو الطفل واخد المعلمة قدوة ليه. فلو مامته مثلا ما كانتش بتعمل كده ولقته هو بيبدأ
يعمل السلوك ده. فهي لاحظت فسألته انت بتعمل كده ازاي؟ يعني احنا من امتى بنرمي حاجة على الارض؟ مش في باسكت مخصص للحاجات دي نرميه فيه؟ هيقول لها ما انا شفت الميس بتعمل كده. شفته يعني هو لاحظ الميس وهي بتعمل كده، الميس بتاعته وهي بتعمل كده، فقلدها عشان المفروض ان هي قدوة ليه يعني. فالاطفال يا جماعة بتقلد اي حاجة بتشوفها. فلو احنا عاوزين الاطفال تعمل حاجة معينة لازم نكون احنا بنعمل الحاجة دي. قيسوا بقى المعنى ده على كل حاجة. انا طبعا مش هقدر اقول كل الامثلة علشان وقت الفيديو، انا بس اديتكم كم مثال كده علشان تفهموا المعنى اكتر ويكون واضح بالنسبة لكم. نيجي بقى للسؤال الثالث، ايه اثر ده على الاطفال؟ زي ما عرفنا اثر ده على الاطفال ان هم هيعملوا الحاجة دي، هيعملوا الحاجة اللي احنا بنعملها. لو احنا عاوزينهم يعملوا حاجة معينة او سلوك معين يبقى لازم احنا نعمله قدامهم وهم هيعملوه علشان بيقلدونا بدون بقى جهد ومجهود وعناء. هم هيقلدونا بسهولة والسلوك هيوصل لهم وهيعملوه بكل سهولة بدون تعب وبدون بقى ما استخدم اي اسلوب من الاساليب اللي احنا قلناها في اول الفيديو الخطأ. الاساليب دي مش صح. بس يا جماعة ده كان الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتم منه جدا واكون قدرت اني افيدكم ووصل لكم المعلومة بشكل كويس ويكون الفيديو لطيف وخفيف على قلوبكم كده وتكونوا فعلا فهمتوا الصفة دي. وان شاء الله مكملين في السلسلة دي في صفات تاني، فيديوهات جاية قريبة ان شاء الله. واذا انتم جداد في القناة اهلا وسهلا بيكم، ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتشاركوه مع صحابكم علشان الكل يستفيد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني قريب. مع السلامة.